السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم. هنطير وهنسمع ونشوف متعة والإثارة في الكرة العالمية والأوروبية والمحلية. هنشوف أهم الأخبار اللي تمت الفترة اللي فاتت. كل ده هيكون معاكم في صوت الملعب. وسهلا بكم مع الأخبار العالمية والكرة الجميلة. تعالوا نشوف أخبار النادي الملكي ريال مدريد، وواحد من أجمل وأفضل الأندية في العالم. ريال مدريد أول خبر عندنا بالنسبة له هيموت ويجيب نجم باريس سان جيرمان الظهير الايسر ديز، النجم البرتغالي. مانديز لعب 37 مباراه وجايب 5 اهداف. واداره باريس سان جيرمان رافضه تماما ان اي كلام او تفاوض مع النجم البرتغالي مانديز. وريال مدريد بيحاول معاهم وبعروض قويه وبيعرض ارقام كبيره. وطبعا باريس سان جيرمان هيخسر كتير جدا لو اللاعب ده ما راحش ريال مدريد، لان اصلا ما فيش وجه مقارنه بين باريس سان جيرمان وريال مدريد. ريال مدريد الشهرة والمجد وكل اللي احنا بنقوله ده كله والبطولات، طبعا هيكون مركزه في الظهير الايسر. هيفرق كتير جدا لاننا كلنا عارفين ان ريال مدريد بيعاني جدا السنة اللي فاتت، او بيعاني جدا الموسم ده من نقص في الدفاع والظهير الايسر ومركز خط الوسط. محتاج الثلاث مراكز بقوة، وبيحاول يفاوض ويجيب افضل اللعيبة ويكون عنده اختيارات وبدائل لاي لاعب او اي اداره هترفض ان اللاعب يجي ريال مدريد. مدرب فريق مانشستر سيتي جوارديولا بيعلق على تجديد عقد صلاح مع ليفربول، وبيقول لك صلاح لاعب ذو جوده عاليه جدا ورائع، وبيقول هو مكسب لاي فريق بيروحه. كمان سالوه على التقنيه الحديثه في التسلل عن طريق التقنيه الحديثه والاجهزه. قال لك ان هي حاجه جميله جدا وهتخلي ان الحكم ياخد قرار سريع. الناقد الرياضي المعروف عمرو الدرديري بيعلق على تجديد عقد صلاح لموسم 27، وبيقول لك ان هو رفض كل الاغراءات اللي هي جات له من السعوديه، وبرغم كده تنازل عن جزء كبير من عقده من المقابل المادي، في نظير اللي هو يمضي للنادي اللي ليه فضل عليه، النادي اللي هو كان سبب كبير في شهرته. وتنازل عن كل ده في سبيل ان هو يصون الجميل لنادي ليفربول الانجليزي. وبيقول احصائيه مهمه جدا عن صلاح، ان صلاح لعب 394 مباراه وسجل 243 هدف وصنع اسيست ل 111 هدف. طبعا دي احصائيه قويه جدا لنجم كبير زي صلاح، ان يلعب 394 مباراه ويسجل منهم 243 هدف ويصنع اسيست 111 هدف. صلاح نجم كبير وحريف، نتمنى ان حسام يخليه دايما في المنتخب وما يحاولش يحطه في دماغه، لان حسام ما شاء الله عليه يعني بيركز كويس جدا مع النجوم. شغله الشاغل مش البطوله، لا، ان هو يحارب النجوم. فربنا يهديه يعني. دي كده كانت نهايه الفيديو، وبكده يبقى وصلنا لنهايه الفيديو. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.